ده منتخب استراليا منافس منتخبنا المباراة اللي جاية. فريق بيمتلك لاعب حاليا عليه خناقة من ليفربول وبرشلونة، وده كلام اتقال على موقع ليفربول الرسمي، وهو المدافع لوكاس، الراجل اللي عمره 18 سنة واللي بيلعب في الدوري الامريكي واللي طوله 1.93 متر. وعندهم كمان واحد من افضل اللعيبة في العالم في تنفيذ الضربات الثابتة والفاولات من على حدود ال 18، ايران كوندا، جناح بيلعب في واتفورد ومعار من البايرن، وحرفيا عالمي في تنفيذه للفاولات. ده غير كمان ان ايران كوندا ده راجل مهم جدا بالنسبه لهم، وجناح بيتم الاعتماد عليه في جمل كتير، منها تنفيذ الهجمه المرتده السريعه باقل عدد من التمريرات، وتحديدا من خلال 3 تمريرات. زي ما انت شايف الراجل استلم من الحارس لعبها لزميله اللي على طول راح مجري ايران كوندا. هنا كمان حاله تانية في ماتش امريكا بس بدات من مكان مختلف، نفس الفكره برضو باقل عدد تمريرات. المدافع عمل تمريره في نص الملعب، الراجل بيسند لزميله، زميله على طول عمل نفس التمريره لايران كوندا في المساحه. فبتتكلم في فريق صعب جدا، وبتكمن صعوبته في ان هو بيسيب لك الكوره والاستحواذ ويخليك تعمل اللي انت عايزه كله وتتشقلب في الملعب، وهو بعدد قليل جدا من التمريرات بيروح وبيهددك. هنا مثلا زي ما انت شايف فريق باراجواي ضاغطهم بشكل كبير جدا في ال 18، وحرفيا فريق استراليا كله يعني على حدود منطقه الجزاء. ولكن شوف ازاي اول ما خدوا الكوره بتمريره واحده من ايد الحارس لايران كوندا في المساحه بيروح في مكان خطير جدا. وبيستخدموا برضو الراجل ايران كوندا ده في بعض الجمل التانية، منها ان المهاجم بتاعهم اسمه محمد توريه. الراجل ده دايما سايب ال 18 وبيخرج على الاطراف وناحيه الخطوط، وبيفضي المساحه لايران كوندا اللي بيجي من على الطرف كده ياخد مكان المهاجم ويتحول هو كمهاجم. ودايما بتلاقي زي ما انت شايف محمد توريه خرج للخط وفضى مكانه لايران كوندا، الراجل اللي اتحول لمهاجم. وتوريه اول لما استلم راح رافع عينه بيشوف ايران كوندا وصل ولا لا. هنا كمان نفس الموضوع بالظبط، هاري سوتر المدافع استلم من الحارس، محمد توريه مفضي مكانه ونازل لنص الملعب، واللي رايح مكانه زي ما انت شايف ايران كوندا. وبالتالي فريق منظم جدا وعنده نقاط قوه كبيره وعنده لعيبه مميزه، مش بس الجملتين اللي قلناهم ومش بس ايران كوندا، ولكن هكلمك بالتفصيل بعد شويه، بعد الاول لما اقول لك المعلومات العامه اللي انت مهم تعرفها عن المباراه، واقول لك كمان على مميزات فريق استراليا وعيوبهم وثغراتهم وازاي نكسبهم، وفي الاخر نتكلم على تشكيل منتخب مصر. مبدئيا منتخب استراليا شارك في كاس العالم 7 مرات قبل كده، ابرز انجاز عملوه ان هم وصلوا لدور ال 16 مرتين، مره موسم 2006 خرجوا على ايد ايطاليا، ومره تانية في موسم 2022 وتحديدا في قطر اللي كانت اخر نسخه، وساعتها خرجوا من دور ال 16 على ايد الارجنتين. قيمتهم التسويقيه حاليا 77 مليون يورو. اغلى لاعب عندهم في المنتخب هو الراجل جوردان بوس الظهير الايسر رقم 5 اللي قيمته التسويقيه 12 مليون يورو، واللي بيلعب مع فاينورد الهولندي. وطبعا انت عارف قيمه مصر التسويقيه حاليا 116 مليون. اغلى لاعب عندنا هو العالمي ما شاء الله عمر مرموش، اللي ان شاء الله العمليه تفتح معاه في الماتشات اللي جايه. الراجل قيمته 50 مليون يورو. عندهم معدل اطوال عالي جدا، بتتكلم في 6 لعيبه في تشكيل المنتخب اطول من المتر و90، وتحديدا الثلاثي قلوب الدفاع هاري سوتر متر 98، تشيكارتي متر 91، ولوكاس اللي كلمتك عنه متر 93. تعال بقى دلوقتي اكلمك عن طريقه اللعب. هم فريق بيعتمد على التحفظ الدفاعي وبيلعبوا بطريقه 5-4-1. ليبرو اللي هو هاري سوتر، جنب منه 2 مدافعين قلوب دفاع، ظهير ايمن ظهير ايسر، 2 ديفندرات في نص الملعب، 2 لعيبه وسط ايسر ووسط ايمن او وينجين، وراس حربه صريح اللي هو محمد توريه. وبيلعبوا بشكل كبير لو بلوك او ضغط منخفض، او واقفين في نص ملعبهم بشكل متاخر جدا زي ما انت شايف، واقفين ال 11 لاعب قدام منطقه الجزاء وعاملين تكتل دفاعي رخم جدا. شوف التكتل الدفاعي بجدارين. تعالى بقى دلوقتي نروح لتاني نقطة، وهي بناء اللعب، أو الناس دي بتطلع بالكرة إزاي. الناس دي دايما بتدور على جوردان بوس، الراجل الأغلى في التشكيل اللي بيلعب في الناحية الشمال. يعني زي ما أنت شايف الراجل واخد كوع وحب يريح شوية، شوف إزاي زمايله مستنيينه وبيشاوروا له يا ابني تعالى خد الكورة، واضح إن هو ما جاش، فالراجل راح لاعب للقريب منه. القريب برضو لما استلم بيشاور وبيرفع ايده، وكلهم تقريبا زي ما انت شايف مستنيين جوردان بوس يرجع ويظهر ويستلم الكوره. بيلعبها للمدافع، المدافع برضو بيستلم وبيدور على بوس، رغم الناحيه اليمين في واحد زي ما انت شايف كده في ايد عماله بتشاور يا جدعان انا اهو. المدافع بيرجعها 3 مرة
لهاري سوتر اللي برده ما بيبصش اساسا ناحيه اليمين، وزميله بيشاور له بيقول له خلاص العب بقى ناحيه اليمين ونفض لبص. الراجل قال له سيبك منه، وبرده فضلوا مستنيين جوردان بوس لما يظهر. هو هنا بالمناسبه مش مشخصنها مع الراجل اللي في الناحيه اليمين، ولكن في تعليمات من المدرب ان احنا بنطلع الكره يا جماعه من خلال الناحيه الشمال عند جوردان بوس. فين وفين لما الراجل رجع وظهر ولعبوا له الكوره وطلعوا بهجمه. وما بيطلعوش من الناحيه اليمين الا في حاله واحده، ان اوقات المدرب بينقل جوردان بوس الظهير الايسر ده للناحيه اليمين ويخليه يستلم ويقطم للملعب برجله الشمال. اما بقى نقاط القوه ان هم زي ما بقول لك بيعملوا عليه خطوره بهجمات مرتده وتحولات سريعه جدا بيعرفوا يعملوها بشكل مميز وفي انجاز كبير. يعني هنا شوف الانجاز في بناء الهجمه، ضربه مرمى تتلعب طويله لميتكالف رقم 8 اللي بياخدها ويجري ويمرر لراس الحربه محمد توريه اللي بيقرب له يميل كده معاه يعمل مسانده وياخدوا ركنيه من تمريرتين وباقل مجهود. هنا برضو نفس الكلام، الراجل مرر بدماغه، بعدها تمريره في الثانيه الثالثه لو كانت اترمت للراجل ده في المساحه كانت هتبقى هجمه خطيره. فهو فريق باختصار بيرص عمدان النور دول كده في منطقه الجزاء ويفضل متحفظ ويطمعك ويخليك تستسهل الماتش، وبعدين يضربك بالتحولات والهجمات المرتده السريعه جدا اللي بين قوسين منظمه، وبيهددوك كمان من خلال الضربات الركنيه اللي طبعا بتمثل خطوره كبيره جدا على المنافسين. بتتكلم في 6 لعيبه فوق المتر و90، وبتتكلم في راجل طوله مترين. الراجل ده كل ضربه ركنيه بتتلعب له هو بشكل منظم ومتفق عليه. زي ما انت شايف اي ضربه ركنيه على طول العب للراجل المترين ده وهو اللي بيحاول يخلص. تعالى بقى دلوقتي اقول لك على الثغرات وازاي نستغلهم وايه نقاط الضعف عندهم والحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها. رقم 1 الضربات الثابته. الضربات الثابته والركنيات رغم ان هم اطوال الا ان هم عندهم يعني تكتيك معين كده في الوقوف في الضربات الثابته او الضربات الركنيه تحديدا، ان هم كلهم زي ما انت شايف بيترصوا في ال6 ياردة وبيبقى في لاعب من المنافس واقف على حدود ال 18. ده ما بيبقاش فيه تركيز او ما بيبقاش معمول له حساب. زي ما انت شايف الراجل واقف لوحده تماما، لكن منتخب تركيا هنا ما كانتش فاهمه ده وما لعبتش عليه. مين بقى اللي فهم الثغره ديت واشتغل عليها وقدر ان هو يعمل خطوره منها؟ عمنا بوتشيتينو مدرب امريكا، الراجل اللي نزل في الضربات الثابته او في الضربات الركنيه عمل اللي انا بقول لك عليه ده، سابهم كلهم يقفوا في ال6 ياردة ووقف لعيبته معاهم وراح موقف لاعب على حدود ال 18 الكوره بتتلعب له. طبعا مش ده الجامد شوف التكتيك وشوف الصياعه. حوالي 3 لعيبه مش طالعين يسجلوا جون، ولكن طالعين بس كده بيعملوا دور معين ان هم يحجزوا لعيبه استراليا ويعطلوهم شويه على ما الراجل اللي واقف على حدود ال 18 ده يشوط بشكل مرتاح. فطبعا دي نقطه لازم احنا كمان نستغلها ونلعب عليها، وبلاش نعمل عرضيات تقليديه في الضربات الركنيه لان احنا هنخسرها ساعتها بمنتهى السهوله. في السريع روح على طول تمريره قصيره في الثانيه 1 2 كده، بعد كده العبها بسرعه كبيره على حدود ال 18 لواحد بقى يكون بيعرف يشوط بشكل قوي، سواء امام او واحد كمان زي مرموش اللي يقدر يسدد بشكل مميز. تاني نقطه بقى عندهم في الثغرات هو قلب الدفاع هاري سوتر، الراجل اللي طوله مترين، راجل قوي طبعا وراجل نقطه قوه، ولكن في الكرات العاليه وفي التعامل مع الكرات الهوائيه، انما كورته وحشه وراجل بطيء وراجل يعني تحسه كده ما عندوش اتزان، ولو بدات ان انت تضغط عليه ضغط شرس هتلاقي في اخطاء بتطلع منه تقدر ان انت تستغلها. ده غير كمان ان انت هتبقى محتاج من وقت للتاني تطلع تضغط ضغط عالي وضغط متقدم بشكل منظم، لان هم بيغلطوا. في مباراه امريكا زي ما انت شايف ضغط عالي شرس لدرجه ان الباك اليمين هو الراجل ده، قدروا وقتها يغلطوا منتخب استراليا اللي ما عرفش يخرج من الضغط لانه كان ضغط منظم وشرس ومحسوب. فلازم انت كمان يعني على فترات تعمل الموضوع ده وتبدا ان انت تضغط بشكل منظم اهم حاجه، وتعمل برضو حساب المرتدات وان شاء الله يغلطوا في واحده ونسجل. فعشان تكسبهم لازم تلعب على التفاصيل وما تفرحش بان انت نازل بقى ضاغط وبتهاجم وماسك كوره، لان ده مش هيكسبك. ده الجيم اللي لعبته تركيا ومسكت الاستحواذ وكانت عماله ضغطاهم وعماله تعمل هجمات وماسكه الاستحواذ، وفي الاخر خسروا 2-0 من كورتين 2 راحوا بيهم منتخب استراليا، قدروا ان هم يخلصوا الجيم. فانت ما تلعبش الجيم ده، انت انزل سيب لهم الاستحواذ وسيب لهم الكوره وقف في نص ملعبك واقعد اعمل تمريرات كده في نص ملعبك وابدا ابني اللعب من تحت وخليهم هم اللي يطلعوا من جحورهم ويطلعوا من منطقه جزائهم ويبداوا ان هم يعني انت تستدرجهم، وبعد كده تلعب على الاخطاء بتاعتهم وما تستعجلش المكسب وما تنزلش تفتح خطوطك لان هم عندهم مرتدات خطيره. ولازم طبعا تعمل استرتش للملعب لان هم عاملين تكتل دفاعي زي ما بقول لك في عمق
الملعب بتاعهم بشكل كبير جدا، فانت لازم يعني توسع الدنيا، الجناحين يفتحوا على الخط تماما. وعلى العكس بقى، يعني على عكس العاده، يعني احنا دايما نقول امام في العمق بيبقى خطير، لا خلي امام على الطرف، طرف من اطراف الملعب، وخلي كمان مرموش على الطرف، لان انت مش هتعرف تخترق من العمق بسبب الزحمه وبسبب الوقفه المستفزه بتاعتهم، لكن ممكن اولا تاخد بواحده كده من على الخط وتروح، ولازم كمان تلعب على الخط عشان زي ما بقول لك توسع الملعب، وتبدا ان انت التكتل الدفاعي ده، الزحمه دي لما بتبدا ان انت تفتح الملعب بيبداوا ان هم يرحلوا معاك، فتبدا تظهر مساحات والتكتل ده يخف شويه. تعال بقى دلوقتي نروح لتشكيل منتخب مصر الاقرب من وجهه نظري. هيلعب اكيد بمصطفى شوبير، 2 باك يمين وباك شمال محمد هاني وكريم حافظ، 2 قلوب دفاع، واحد ضامن مكانه هيبقى ياسر ابراهيم، جنب منه رامي ربيعه، وممكن نشوف حسام عبد المجيد. نص ملعب هينزل طبعا بمروان عطيه، جنب منه حمدي فتحي وامام عاشور اللي ياخد حريه يبقى بيتحرك سواء اوقات ناحيه اليمين وسواء اوقات ناحيه الشمال، ويلعب ب2 وينجات محمد صلاح وعمر مرموش اللي لازم يبدا كجناح لانه مش هيبقى له دور في عمق الملعب، ومصطفى زيكو اللي هيبقى مهاجم، لكن يعني مش هيبقى مهاجم تارجت ان انت تلعب عليه كرات عرضيه، ولكن هيبقى بيتحرك لبره برده على الخط، ينزل وصلاح يروح مكانه، ينزل ومرموش يروح مكانه، وهكذا. وان شاء الله باذن الله نعمل ماتش مميز. هو ماتش محتاج للتركيز في التفاصيل اكتر من ان انت تنزل انا جامد وانا هضغط وانا مش عارف ايه، لا لازم تبقى التفاصيل دي لازم ان انت تشتغل عليها بشكل كويس، لان هم فريق في المتناول لكن عندهم برضو نقاط قوة ومنظمين، يعني هم فريق منظم جدا، وان شاء الله باذن الله يعني نقدر احنا كمان نكون منظمين ونقدر نكسر النظام بتاعهم ده ونلعب على نقاط الضعف الموجوده عندهم. ده كده كان كلام النهارده عن فريق استراليا، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا في المباراه.